هذا النوع هذا ما كينجحش، هذا النوع هذا كيبقى كيعاصر نجاحات الناس، كيبقى شاهد عليهم. البيزنس ولا اي حاجه في الحياه والله ما ضربتي تماره هي لزتي اللقب بكل بساطه. السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا مزيان. فيديو جديد، وفيديو ديال اليوم غيكون عباره على فلوق، ولكن غادي تخرجوا باستفاده منه، خصوصا للناس التالفين ما عارفين شنو يديروا في الحياه ديالهم وعياو ما يقلبوا على خدمه وما لقاوهاش، ولا الناس اللي باغا دير مشروعها وتكون عندها حريه ماليه. في فيديو اليوم تشوف معايا انني حضرت لواحد ليفينمون اللي ناضيه في مدينه الرباط. الاخ نور الدين الاستاذ ديالنا خبير في مجال التجاره الالكترونيه اللي عنده كوميونيتي اللي سميتها ايكون فايتر اللي منضم ليها اكثر من 500 شخص. صراحه ما ندمتش انني ضيعت وقت ومشيت لهذا الايفينمون، حيت خرجت باستفاده كبيره اللي ان شاء الله غادي نلخصها لكم في هذا الفيديو، غادي تخرجوا حتى نتوما مستفيدين منها. هذا الحدث حضروا ليه شخصيات اللي معروفه، بينها الاخ كرم والاخ التميمي، كاينين بزاف الناس اللي حضروا، كانوا حتى شي ناس من داخل المجتمع اللي مؤسسوا اخ نور الدين الخارج ديالو اللي حقوا ارقام تبارك الله كتصدم. هادشي كامل غادي تشوفوه في الفيديو ان شاء الله. الناس اللي صراحه بداو براس المال اللي قليله بدلوا حياتهم، لكن قبل ما نبداو كيف ديما الا كنتي تالف وما عارفش شنو دير ولا كيفاش تقلب على خدمه، فهاد القناه راه ديالك، غادي تلقى بزاف ديال الفيديوهات اللي غادي يعاونوك. وفي الاخير ما عليك غير تخلي لينا شي تعليق زوين، تشترك معنا في القناه، تفعل داك الجرس باش تكون انت السباق في الفرص. نبداو على بركه الله. فاش كتجي انت كتقول لي غتفرج في فيديوهات وغتحضر اللايفات وغتطبق وغتهبط للمعامل، كيجي بريكول كبير اش كيدير؟ كيبقى متفرج، راه كيشوف، راه كيحضر لي لايف، راه متبع شنو طاري، كيكونسومي ولكن ما كيطبقش، ظنا منه ان واحد النهار غيجي عاد تجي ديك لينيرجي، وهذا خطا. وصافي بدا راه 3 سنين هذيك اش كتضيع؟ هو شنو اللي ما خليه ما قادرش يبدا؟ هو الخوف. اولا العجز، لان قلت لكم سكرولين قتل عباد الله. ثاني حاجه الخوف. فاش كنهضروا على الخوف كنهضروا ان الانسان خايف اصلا يحاول. وثالث حاجه مهمه، بنادم السوشيال ميديا سوقات ليه ان الامور راه سهله، فبالتالي هو تيتوقع ان كلشي غيجي حتى لعنده. الوغ كو المعرفه وحدها لا تغير الحياه للاسف. شحال هذه في البدايات ديالي انا، تخيلوا معايا باش ناخذ معلومه، بعض المرات كنت نشوف لايف فيه 3 ديال السوايع ديال شي واحد كيهضر في الدومين، وكنتسنى في ديك 3 ديال السوايع يجبد لي ديك اللقطه اللي انا باغي، اللي عندي فيها المشكل. تيرمون كانت المعلومه مشتته وما مجموعاش، حتى المعرفه بوحدها واخا تكون عارف بزاف د الحوايج الا ما كتطبقش ما دير والو. بالعكس كاينين الناس عارفين غير شويه وكيطبق بزاف، وكتلقاه متميز على واحد اخر اللي جالس في بلاصتو، حيت الامور راه واضحه. غتبقى بزاف تتقرا وما كتطبق. كتلقى اساتذه جامعيين كيقراوك البيزنس، كيقراوك هادشي اللي عنده علاقه مع التجاره، وكيقراوك الماركتينغ، وكيقراوك باقي شي حاجه بسيطه قول لي يبيعها. الا ما كانش ممارس لداكشي اللي كيقريه ولا باع، في حين ان تجيب دري فاهمين شويه ديال الادوات الماركتينغ غتلقاه كيبيع احسن منه. ماشي حيت الاستاذ الجامعي نقصوا منه عيال ولا حاشا، ولكن راه ما كاينش في ارض الميدان. في حين لقيتي استاذ جامعي وعنده شركات غتلقاه اقوى، لانه جمع ما بين المعرفه والتطبيق، وهذه اللي الا جمعتي بيناتهم كتشوف ريزالتس اللي هما كبار. هذا بزاف، عرفتي هذا المشتت هذا كثير، ماشي غير فيكم للاسف. هذا الزمن ديالنا هذا التشتت قاتل عباد الله. علاش؟ اولا السوشيال ميديا خدمات على هذه القضيه، يعني لي بلاتفورم كيحاولوا ما امكن يشدوك ماكسيموم ديال الوقت، كيبقاو شادين، انت تتبقى غارق تما. اش كيطرا؟ كيطلع لك واحد كيهضر على التجاره الالكترونيه في المغرب، تيطلع لك واحد كيهضر عليها في لافريك، كيطلع واحد كيقول لك الخليج، كيطلع واحد كيحمقك كيديك التريدينغ، كيقول لك السهل الممتنع، ما كاين كيرشرش، هذا شاد لك المصوات الفلوس تيحط لك تيطمع فيه. كيطلع لك واحد كيقول لك صناعه المحتوى هي المستقبل. انت اش كيطرا لك؟ تعرف اش انت تقول؟ غنجرب، وقيلا هذه فيها الفلوس، وقيلا هذه. انت فاش كتكثر الحفر وكتبقى تحفر حفيره هنا وحفيره لهي وحفيره، راه ما كتوصلش لشي حاجه، لانك غتوصل الى عمقتي الحفره. راه بغيتي توصل لما خصك تبقى غادي كديك في الحاجه. فالتحدي اللي كاين هو انك تعطي لراسك وقت ما بين 6 شهور حتى العام، حاجه وحده
شحال من واحد تيجي حاضر داكشي اللي عنده تيبان ليه بالسوق المغربي زعما راه حيت للاسف وهذا داخل في الماركتينغ اللي كيبغي يسوق لشي حاجه ديالو كيديفوندي عليها. اذا هو في صناعه المحتوى كيبقى يقول لك بلادنا زوينه، سلعتنا زوينه، السيرفيس ديالنا زوين، المارشي ديالنا زوين، تيبقى يقربك لعندو كيبقى يبين لك ديك الحاجه خايبه، هذيك خايبه، هذيك ما فيهاش. انت تتكون خدام في المغرب غادي في النمو الطبيعي ديالك اللي هو طيح وتنوض وتبقى تحاول وتبقى غادي وكتزيد. فاش كتسمع داك السيد كيهضر لك على شي حاجه كبيره ولا تيجبد لك شي رقم كبير كتقول هدا انا راه كنضيع الوقت هنا. كتسوي هادشي اين فوا كتسوي هادشي ضعتي ما كنفهمش فيه. يقدر يكون الناس واعرين فيه ولكن حيت اللي جابك طمعك اش قال لك فلوس كذا الملايين كذا اعطينيها 5000 درهم حطها غنولي نردها لك كذا. خويا خذ 5000 درهم ديالك بوحدك وردها شنو ما بغيتيش ما تينا هنايا. اذا هو اش دار لك؟ وراك الطريق ساهله. واغلبيه الناس عالميا راه ماشي في المغرب، الناس في العالم كيمشيو للطريق ساهل. القله اللي قاده هادشي اللي عطا الله. دابا فين كاينه الصعوبيه؟ دابا كاينه الصعوبيه في كثره الفرص. دابا كاينه الصعوبيه في انك تقول لا لبزاف د الحوايج. شحال هذه كانت الصعوبيه في انك تلقى هي ديك الحاجه اللي تخدم عليها. دابا لا، دابا الصعوبيه كاينه في انك تقول لا لبزاف ديال الحوايج. هذه لا باش تركز على حاجه وحده وتسد ودنيك وتبعد على السوشيال ميديا شحال ما قدرتي. هذا قرب الميكرو. من اول كونسلطاسيون درت معاك لدابا ولا نرجع زعما لا حاول ناقص لا حاول من ناقص صفر تشوف زعما بعجاله باش ما ناخذش وقت بزاف وعاد دوز كيفاش انت طلعتي اللهم لك الحمد في هذا النيفو اللي راك خدام فيه دابا. شنو نقولوا 6 7 ارقام ولا 6 يقدر يكونوا 7 بالدرهم. معكم بعدا معكم عبد الصمد 20 سنه. ليستوار ديالي بحال كاع اي مقاتل واحد البيرسون اللي يعني من الصغر كان عندي ديك اللعيبه ديال عزيز عليا نخدم في التجاره، عزيز عليا نجرب حوايج جداد. يعني فاش تيستي اول برودوي الحمد لله وسبحان الله العظيم اول برودوي ندير في المغرب غادي يخدم ليا كنت خدام مني في واتساب. وهذه القصه ديالي اللي بدات مع الصباب سي كو اول برودوي كان تيستي كان عباره على مكاسه. كنا خدمنا غير بواتساب واول مره يعني تيستي شي برودوي كنا خدمنا بواتساب وكان فريمون واحد الانكاجمون واحد الانجيجمنت اللي كان زوين اللي الناس فريمون بغاو داك البرودوي ويسولوا وكذا وبداو كيجيونا في لي باك واتساب وكذا. يعني فريمون ديك الساعات كانت البدايه ديالي في المغرب. من بعد فاش بان لي بلي راه الناس باغيين داك الموديل ديال المكاسه مشيت ديك الساعه كنقلب على المعمل باش نصاوب داك الموديل باش يعني نصيفطوه لدوك الناس. وديك الساعه ما كانش عندي راس المال كبير. كانت جو بونس لافي اللي كنت بديت بشي 800 درهم رجعتها 2000 درهم وديك 2000 درهم هي باش بديت في المغرب. يعني ديك 2000 درهم كانت هي البدايه ديالي باش انني نقدر يعني نجيب بها السلعه نطلق بها الادز ونليفري دوك الكليان ونزيد نسكيل. كي درتي ليا 2000 درهم كي درتي ليا بهذا الشكل. انا ما عرفتش كيفاش درت ليها. لا باش يفهموا باللي راه انت بالنسبه لك انك كتشري بها سلعه وكتطلق بها الارض يعني كتجيب كوموند جوج اكزاكتومون فلوس واحد والحمد لله البرودوي جو بونس السيت السابع التاسع طحت في واحد البرودوي يونيك. هذا البرودوي يونيك هو برودوي قديم بحال قلتي كان ديجا خدموا فيه عباد الله صافي تنسى. هذا البرودوي عباره على واحد ليبيلاتور ديال الشعر ديال النساء. واحد ليبيلاتور الكتريك يعني فيه الخيط كيغادي يحيد الشعر بالخيط. هذا البرودوي لقيتوه بارازار في التليجرام كنتسارى كنطلع وانا اللي قاعد تيستيتو خدم مزيان. هذا البرودوي فريمون اللي تفرقعت فيه يعني فريمون. هذا البرودوي كنا ديك الساعه يلاه كنت بادي كنت كنخرج فيه 40 50 ليت في النهار. دابا كنشوف في الاب ديالي من بين اكثر الناس الفخورين بيا يعني بواحد الطريقه اللي اللهم لك حتى حنا فخورين بك. دابا شوف الانسان فاش كيضرب تماره بزاف كتجي واحد الوقيته وصراحه انا اللي تمام
كيوليو، حيت اهم حاجه انك تخلي والديك فخورين بك، هما رقم واحد خاصك ديرهم قدامك. علاش؟ اكثر ناس ضحاو معاك، اكثر ناس تعذبوا معاك، اكثر ناس ما غيفوتوكش، واخا تكون عند الوالده ديالك 100 درهم غتعطيها. كذلك الاب، اذا انت فاش كتخدم كضرب ثمنه، اول وحدين كتبغيهم اصلا يصفقوا لك ويكونوا فخورين بك هما الوالدين ديالك. حتى بالعكس الناس اللي ما عندهمش بيك واي كبيره ديال انا علاش كندير هادشي وعلاش اخيرا كامل، شوف غير والديك، واش انت ما باغيش والديك يكونوا فخورين بك. وهذه القضيه شخصيا انا في الكارير ديالي نفعتني بزاف. كنشوف ان حتى انا لعيت ما خصنيش نعيا على ولد الوالدين ديالي لانهم محتاجين. اللهم لك الحمد. انا ما عندي حتى شي فورماسيون لا في التكستيل ولا في الديزاين ولا حتى شي حاجه، مي كنامن باللي الا كان عندك واحد الا كنتي بقشاش عزيز عليك تقلب وتبحث في اي دومين كيما بغا يكون غادي تاكسيلي. انا ما كنقولش لكم باللي اليوم انا كنختار شي حاجه ما كايناش، كنديروا الحوايج شوز كي اكزيست ديجا في المارشي، كاينين الناس فايتين نفس سنوات ضوئيه، مي باش تبدا من ان تي شيرت وتوصل لواحد لو نيفو فين انك كتصايب دي برودوي كومبلكس، هادشي ما كيكونش زعما ان ازار واحد باشونس ولا هذا، ما كاين خدمه داريه واحد 6 سنين ديال العذاب الالي مع المعامل مع ما كتكونش في الاول فاهم. انا في الاول بغيت هاد تيشيرت نطبعو، ما كان ديك الساعه لي وكان لا سيمو لايف لا حتى شي واحد باش يموتيفينا شي 7 سنين دابا، فما كانش زعما ما كانش الويب المغربي ما كانش فيه حتى شي حاجه من هادشي. ديك الساعه كان خصني نتعلم شوبيفاي، خصني نتعلم كيفاش نصوب ان تيشيرت. زعما لهاد الدرجه كان صعيب بالنسبه لي، ما خليتش بيبان لي طقيتها ومشيت لشركات كبار، مشيت لدرب السلطان كنهود يعني للدارع. وهنا فين كاين الكي السوارات كاينين هنا. الا كنتي باغي تبدا براند ولا تبني واحد البراند ديال الحوايج في المغرب وكتبقى جالس عاصر قدام البيس كتبقى دير او تروفي تيسيو ولا اشا جو سي با كوا، غتخربق على راسك. هبط للدارع، هبط الكراجات، دق على عباد الله، قلب وبحث وسول وقصح وجهك وحاول تفهم، حاول تربي الرغبه في التعلم. تعلم كيفاش تصاوب الحوايج، خاصك تتعلم كيفاش تصاوب، خاصك تكون مريض. انا مريض، انا بعدا مريض باش نكون معاكم صراحه. فريمون مريض انا دابا لونسومبل اللي لابسو ما كاين شي حوايج اللي ما غيبانوش لي نورمال، غتشد بياسه تعجبك، ولكن كاين دي ديتاي اللي انا مريض بهم خصهم يداروا. واحد اخر يقول لك زدتي انا الخدمه واش بغيتي داكشي ولا ما كايناش. ما عطاكم مثال هسه انا بالنسبه لي كنركز في داك الديفل ان ديتيلز، هذوك لي ديتاي صغار اللي كيشوفوهم العشاق. واحد فاش كياخذ بياسه كيحس بلي انها مختلفه على ديال السوق. نقدروا مثلا اونسومبل سيرفي شحال من واحد كيكون عنده فورنيسور ولا هذه مثلا عنده حتى هو براند او لا كيبيع ويشري في السوق او لا هذا، كناخذوا نفس النوع ديال التوب. زعما ما كنقولش هادشي ديال الله ما عرفتش، المهم ربي طاح واحد البركه والله اعلم.